ما تيجي اقول لك، لو عندك صدر فرخه واحد نقدر نعمل منه ايه؟ نقدر نعمل منه غدا فاخر من الاخر. حاجه كده يا جماعه نقدر نقول عليه الوجبه المتكامله. هتقضي الاسره بحالها وهتفيض كمان. هخلي ولادك بعد ما كانوا بيرفضوا ياكلوا الاكله دي هيطلبوها وهينصفوها. اهم حاجه ادعمي الفيديو بتاعي بلايك وشير، وما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتعرفيني بتتابعيني منين. واهم حاجه يا جماعه اللايك اللي كل مره اقول لكم عليه. اللايك يا اخواتي يا اخواتي. شايفين بقى الكوسة مع الصوص الخطير الرهيب مع الفراخ؟ قسما بالله هخلي ولادكم يتجننوا من كتر حلاوة طعم الصينية دي. الصينية دي بتنزل مكانها في القلب مش في المعدة يا جماعة. يلا بينا نسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. عندي صدر فرخة واحد، يعني يا جماعة فص واحد من صدر الفرخة. يعني مش صدرين فرخة، صدر واحد من ناحية واحدة. جميل. هحاول اخليه واشيل منه الجناح بالشكل ده واشيل العضمايه بالشكل ده. يبقى اصبح معانا اللحم بس. هنقطعه كده مكعبات. طبعا صدر الفرخه ده انا غسلاه يا جماعه قبل كده بالملح وبالدقيق والليمون وكل حاجه. هقطعه كده مكعبات صغيره وهعصر عليه نص ليمون بالشكل ده. وعندي بقى صينيه على النار هحط فيها شويه زيت شويه سمنه اللي يقدرك عليه ربنا. اهم حاجه الماده الدهنيه. هسيبها تسخن علشان عايزه انزل الفراخ تاخد صدمه. هحط كده بقى نص معلقه بتاعت الشاي ديت فلفل اسمر، وشويه بهارات فراخ وشويه بابريكا مدخنه. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره. عندي بقى فلفل الوان احمر واخضر واصفر وقرن شطه حراق كده وضربتهم في الكبه. ما انا مش فاضيه بقى اقطع، احنا دلوقتي في ايام دراسه يا جماعه، ما احناش فاضيين. هنزل بيهم كده على الوصفه بتاعتي وهخليها بس تاخد تشويحه مع الفراخ كده تمام. والدنيا حلوت خالص. انا محتاجه اللي هي تبقى فيها الصوص دوت. شايفين الصوص اللي فيها ده؟ انا عايزاه في نفس ذات الصينيه. مش هنروح في حته تانية. عندي بقى كوسه الكميه اللي يقدرك عليها ربنا حسب حجم الصينيه بتاعتك. انا كده حلو قوي. طبعا الكوسه غسلينها يا جماعه ومقطعينها بالشكل ده وكل حاجه. هنزل بقى تاني بالفراخ على الكوسه. بصوا بقى الجمال. شايفين بقى النغم اللي مع بعضه؟ حاجه كده الالوان تداخلت مع بعضها وكمان الفيتامينات. هحط شويه ملح لاني نسيت احط ملح بس مفيش مشاكل. بصوا كل ده الصينيه على النار، هنقلها بس على النار اللي جنبها. والله العظيم عايزه اقول لكم الغدا ده ما بياخدش دقايق. حاجه كده اسهل. لو هتعملي بيض وجبنه ده اسهل. هنحط بقى معلقتين دي في برضو ماده دهنيه. برضو لو زيت وسمنه، سمنه بس زيت بس برضو حسب امكانياتك مفيش اي مشكله. طبعا لو سمنه بس هيبقى يعني هتبقى خطيره. هدوب كده المعلقتين او معلقتين الدقيق. هقلبهم كده لغايه ما ريحتهم يطلعوا وهطفي النار وهنزل باللبن. هدوب طبعا الدقيق كويس جدا في اللبن. خدوا بالكم انا طافيه النار. هرجع بقى اولع النار على البشاميل بتاعي ده اللي يعتبر مش بشاميل قوي يعني. هنزل بقى بمبريكا مدخنه وفلفل اسمر وبهارات فراخ. جميل. وشويه كركم وحته جبنه موتزاريلا. ما عندكيش مفيش اي مشكله. هدوب الجبنه في الصوص اللي انا عملته ده وهنزل بيه. لقيته تقل شويه لما ركنته. حط شويه لبن مفيش اي مشاكل. هنزل بيه بقى على الكوسه. طبعا الكوسه كل ده كانت على النار يا جماعه. خدت غلوه يعني نزلت السوائل اللي فيها وخدت منها فيها كده غلوه. عقبال ما عملنا البشاميل كانت الكوسه خدت غلوه. وحسيت ان الصينيه عملت صوت شكشكه كده، يعني خلاص الميه اللي في الكوسه خلصت. بس الكوسه طبعا تعتبر استوت. هنحطها بقى تحت الشوايه تاخد اللون الخطير ده. مش قادره اوصف لكم الصوص مع الكوسه مع الفراخ عاملين ايه مع بعض. والله العظيم الصينيه ديت جربوها وطلعت مش حلوه الغوا الاشتراك يا جماعه. واقول لكم ايه تاني؟ ما تحطوليش لايك. شايفين والله العظيم اكله رهيبه مع شويه رز ابيض مع شويه مكرونه.
مع طاجن رز معمر زي ما أنا عاملة كده. نوعي بقى الأصناف لولادِك وحُطّي لهم الخضار بشكل صحّي كده مع الحاجات